726 كيلوغرام ديال اللحوم الفاسده. اذا كما سمعتوا في خبر اليوم، تم توقيف 10 اشخاص مسيري محلات تجاريه، حيث تمكن عناصر الامن الوطني في مدن طنجه، العرائش، مكناس وقريه با محمد في النصف الاول من رمضان هذا العام من توقيف 10 مسيري محلات تجاريه. هذا التوقيف جاء بسبب الشك انهم متورطين في ترويج منتجات منتهيه الصلاحيه وما كتحترمش شروط السلامه الصحيه، وكيشتغلوا في انشطه صناعيه وتجاريه بلا ترخيص قانوني. اذا كيفاش دازت العمليه؟ العمليات الأمنية كانت منسقة بين عدة جهات: السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية، المنتجات الغذائية، الوقاية المدنية، المصالح البيطرية والإدارية ديال الجماعات. كانوا كيراقبوا المحلات التجارية اللي كتبيع المأكولات للناس، خصوصا في شهر رمضان اللي كيكثر فيه الإقبال على المخبوزات والحلويات. لقاو في هذه المحلات أن 10 منها بها كميات ديال اللحوم ومأكولات فاسدة، 726 كيلوغرام ديال اللحوم والأسماك الفاسدة في المجمل، هو رقم اللي هو كبير ما صغيرش. 384 وحده ديال الجبن المنتهي الصلاحيه، 100 كيلوغرامات ديال المنتوجات المطبوخه، المعجونات، الفطائر والحلويات غير صالحه للاستهلاك. هذه المواد كلها كانت موجهه للبيع للزبناء بلا ما يعرفوا بانها فاسده. خطر هذه المواد على الصحه الى استهلكها الانسان ممكن تسبب تسمم غذائي، الام في المعده، قيء واسهال، في بعض الحالات مضاعفات خطيره الله يحفظ، خصوصا عند الاطفال وكبار السن. لهذا السبب السلطات كتكثف المراقبه باش تحمي الناس، خصوصا في شهر رمضان. إذا الإجراءات اللي دارت بالنسبة للموقوفين واحد منهم تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، الآخرين خضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة باش يكشفوا جميع الظروف والملابسات والخلفيات ديال هذه القضية، ويتحدد المسؤول القانوني على كل واحد منهم. إذا الإخوة ردوا البال، نعرفوا المحلات اللي كنشريو منهم المأكولات ديالنا واش موثوقة، واش فيها النظافة ولا لا، نراقبوا تاريخ الصلاحية ديال المنتجات إلا لاحظت شي حاجة مشبوهة نبلغ بها السلطات. شكرا على المتابعة، ما تنساوناش الإخوان من الدعم ديالكم باش تقدموا المزيد والمزيد، وإلى اللقاء.